الست شاطرة لازم تكون شاطرة في كل حاجة. النهاردة هنشوف شوية أفكار لديكورات البيت، إعادة التدوير والتشكيل للأساس إزاي بكل الحيل والتريكات للسيدة الفرنسية اللي معانا النهاردة. السلام عليكم وهلو هلو، مساء الهنا على أحلى أميرات في الدنيا، وحشتوني طبعا. يا رب النهاردة تكونوا في أفضل حال، وأهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة من الفيديوهات المحببة لينا كلنا. إعادة التدوير وإزاي نقدر نعمل بعض الأفكار الجديدة في البيت بأقل حاجة وبأبسط الأفكار. النهاردة تعالوا نتابع مع بعض الفيديو ونستفيد بأفكار سيدة النهاردة، ونستفيد بكل الأفكار الحلوة من الفيديو. أرحب بتعليقاتكم طبعا، أحلى سومة وأحلى توتي أحلى نوجة، بحبكم قد الدنيا كلها، بشكركم على وجودكم. حبيبتي من تونس أحلى نحولة، وكمان أحلى غفران، بشكركم يا أحلى أميرات. أهل تونس الغاليين على قلبي بجد، يعني وجودكم على راسي من فوق. كل الدول العربية موجودين ومنورين، بشكركم يا أحلى أميرات. النهارده كمان هاستنى اللايك بتاعكم وتعليقكم واشتراككم، كمان يفرحني جدًا وجودكم. ما تنسوش السبسكرايب، اكتبوا لي كومنت كمان عشان أرحب بيكم في الفيديو الجاي بإذن الله. يلا بقى بسم الله كده نبدأ فيديو النهارده بالأفكار الجميلة أوي، زي ما بدأنا معاها أول فكرة لإعادة التجديد للكراسي. زي ما تابعتوا فيديوهات كده إزاي نجدد الأساس، منها فكرة الكرسي اللذيذ اللي غيرته تمامًا. شفتوا طبعًا الضهر بتاعه كان عالي شوية، لكن هي بدأت تقسمه نصين، وكمان بدل ما تغلفه كله لأ، هي فكرت إن هي تغلف بس الجزء اللي فوق داير ما يدور كده على الكرسي. تستخدم إيه عشان التغليف وتدّي له شكل البومبي كده أو الكيرف شوية، بتاخد اللي هي الإسطوانات بتاعة الفوم، وبتبدأ إن هي تغلف الجزء ده. طبعًا يعني الخياطة هتكون ثابتة أكتر، بس ممكن برضه نوع جلو يكون قوي هيكفي برضه بالغرض. بدأت إن هي تغلف الجزء بعد ما عملت عليه الفوم، وكمان القاعدة بتاعة الكرسي غلفتها بكل سهولة بنفس القماشة. الصنفرة طبعًا للخشب اللون الأساسي بتاع الكرسي، ورجعت تدّي له لون أو الورنيش بتاع الخشب تخلّيه على لونه الأصلي. فده كان تجديد حلو جدًا، جدًا للكراسي بتاعتها، وخلّى منه شكل مختلف تمامًا. الفكرة اللي بعد كده فكرة مجموعة من الرفوف بشكل مختلف. الفكرة بجد قد إيه لطيفة أوي ولذيذة، وممكن تستخدموا بواقي خشب بتكون موجودة عندكم. مش شرط بقى إن هي يكون شكل الرف التقليدي اللي هو بيبقى مستقيم موجود على الحيطة، لأ، شوفوا الأشكال بتاعتها الحلوة جدًا، جدًا. وبدأت إن هي تثبِّت على كل قطعة خشب قطعة تانية عمودية، بحيث إن هي تخلّي الرفوف أشكالها مختلفة. يعني مش شرط إن إحنا نحط الرفوف تبقى شبه بعض، مش شرط إن إحنا نخلّيها حاجة straight على الحيطة كده على طول، لأ، بصوا الأشكال بتاعتها قد إيه حلوة. ثبّتت القطع مع بعض، ادّيتها ألوان مختلفة، ألوان كمان الmint green مع الأبيض، ألوان عصرية جدًا وألوان حلوة كده فريش. وبدأت تحط الdouble face بكل سهولة تلزقها في الجزء بتاع الliving. يعني بصوا حاجة كده في منتهى الجمال. أشكالهم المختلفة كمان مخلية منظر جديد، حاجة مش تقليدية لعينينا. فشوفوا قد إيه ألوانها حلوة، لايقتها كمان مع ألوان الديكورات، فكان برضه ديكورات قد إيه مميزة. كمان برضه نكمل معاها بقية الأفكار كده اللذيذة والحلوة أوي. الفكرة اللي بعد كده تجديدها لقطعة خشب، شايفين يعني شبه الكومود كده، بس هي ما فيهاش من جوه رفوف، ما فيش فيها أي تفاصيل. شوفوا بقى الطريقة اللذيذة أوي اللي هتحولها لحاجة مختلفة تمامًا. هي عندها الهيكل بتاع القطعة، طب إزاي أضيف فيها شوية تفاصيل؟ بدأت إن هي تقسمها الأول نصين، يعني أكن في رف كده في النص، والرف الواحد قسمته 2، سابت واحد مربعين والتاني سابته كامل. وبدأت تغلف الضهر والوش، بس الضهر بتاع القطعة قطعة كاملة، لكن الوش حبت إن هي تخلي في الفتحات بتاعته ما تبقاش برضه فتحات كده مستقيمة، لأ، الكيرفات في الأساس شوية بتديها تفاصيل حلوة أوي. شوفوا بدأت إن هي تعملها كده بالشكل ده، وثبتتها على الرفوف بتاعتها من قدام، وفي الآخر بتبدأ بقى تدي المعجون للفراغات وتدّي اللون بتاعها. في الآخر حتى الرجول عملتها بشكل مش تقليدي خالص زي القطعة بتاعة الماسورة كده، بدأت إن هي تدّيها نفس لون القطعة وتعمل لها الرجول. شوفوا بقى قد إيه شكلها لذيذ أوي، يعني مجرد بس إن إحنا غيّرنا في الواجهة بتاعتها عاملة إزاي، فكان شكلها قد إيه بجد مختلف. الفكرة اللي بعد كده كمان إزاي أنتم تقدروا تعملوا في الديكورات بتاعتكم الشكل بتاع قرع العسل. برضه من الديكورات الشتوية اللذيذة اللي تقدروا إن أنتم تضيفوها في الديكورات بتاعتكم. هي طبعًا راحت اشترت ice cap جديد، اشترت شرابات جديدة، لكن في الآخر أنتم ممكن تستخدموا
حاجات تكون موجودة عندكم فيها أي قطع أو أي ديفو مش بتستخدموه، وتبدأوا إن أنتم تعملوا فيه القطن أو الفايبر كمان بيكون أحسن من القطن. القطن يعني بتبقى سميك شوية، لكن الفايبر بيديكي كثافة فالشكل بتاعك بيبقى منفوش أكتر، الفوليوم بتاعه بيبقى أحسن. بدأت إن هي شُفتوا بقى حطِّت فيه جواه الفايبر، وبعدين بدأت تعمل بالخيوط التقسيمة اللي هي ال8 قطع دي، وفي الآخر جابت قطع من غصن الشجرة ممكن تعملوه من أي كرتون عندكم، تلفّوا عليه خيوط وتعملوا شكل بتاع الpumpkin الشهير جدًا في الديكورات الشتوية. فكرة كمان برضه لذيذة أوي إزاي تشكّلوا حاجات ديكورات بتاعتكم أو plate أو tray لأي ديكور موجود. فكرة البالونة اللي بدأت تعمل فيها خليط ممكن تعملوه طبعًا من الجبس بتاعكم عادي اللي أنتم بتستخدموه، وبدأت إن هي تشكِّل البالونة تحطّوا بس أي حاجة تكون تقيلة جوّه البالونة بحيث إن هي تتشكِّل بنفس الطريقة بتاعة الطبق ده، وتحطّوها تحت الديكورات بتاعتكم. طبعًا الألوان هتبقى حاجة اختيارية ليكم، ألوان أكريليك، ألوان إسبريهات، طبعًا ده هيرجع ليكم في الآخر في الذوق بتاعكم، لكن فكرة برضه سهلة أوي وتقدروا تعملوا أحجام وأشكال مختلفة بنفس فكرة البالونة والجبس زي ما شُفنا. نكمّل الأفكار بتاعتها واللي عاجبني كده وساعات أنا يعني باقول لكم الحاجات دي على طول بيعجبني السيدة اللي بتبُص للحاجة بطريقة مختلفة، يعني هي مثلًا نزلت اشترت ترابيزة بس أنتم شايفين ترابيزة بسيطة أوي اللي هي الترابيزة العادية اللي بال4 رجول وخلاص، لأ هي مش بتكتفي بده، هي حوّلتها لطريقة تانية مختلفة، غلّفت الجوانب بتاعتها وكمان عملت كيوب كده صغير، وكل ده غلّفته بالآخر بيبقى في المحلات بتاعة الديكورات بيبقى فيها أو الدهانات، بيبقى فيها اللي هي القطع اللي شبه السيراميك اللي هي المربعات دي، بدأت تغلِّف كل الخشب بتاعها، طبعًا في الآخر بتدّيها طبقة من المعجون علشان كل الفراغات اللي موجودة تبان كلّها قطعة واحدة، وفي الآخر ترابيزة مع كيوب تاني كده أو ترابيزة صغيرة بيدخلوا جوّه بعض، يعني تقدري تعملي منها ديكورات جديدة، فكانت فكرة برضه حلوة أوي وجميلة جدًا، جدًا منها. والفكرة اللي بعد كده فكرة إن أنا برضه اشتريت ترابيزة بسيطة أوي مدوّرة بالرجول بتاعتها، لكن أنا عايزة أستخدمها بطريقة مختلفة، أو موجودة عندي فيها أي défaut عايزة أستخدمه بطريقة مختلفة، بدأت تجيب البوتس دي أول فكرة، الاتنين مثلًا بالشكل ده، وبدأت إن هي تغيّر الألوان بتاعتهم وتحط القطع الخشب بتاع الترابيزة اللي موجودة التانية العادية. والفكرة التانية اللي هي بتستخدم boots برضه بطريقة مختلفة، هُم الفكرتين واحد، بس طبعًا كل ما هتستخدمي حاجة شكلها مختلف عن التاني هيبان الشكل النهائي هيكون مختلف طبعًا. الحلو واللذيذ إن هي بتحاول على قد ما تقدر إن هي تستغل الحاجات اللي شكلها يكون مختلفة مش موجودة عندها في البيت. الفكرة واحدة، الاستخدام هيكون واحد، بس شوفوا الشكل النهائي ده مختلف عن ده، فده برضه هي اللي بتدوّر عليه طول الوقت. تداخل كمان اللون الأزرق إن هي تعمله في الديكورات بتاعتها لون جريء جدًا، استخدمته في البلكونة مع الخوص، مع الأخضر، مع الأصفر، هنشوف تجديدات البلكونة دلوقتي كمان مع بعض، كل الديكورات اللي عملتها باللون الأزرق. بس شوفوا نفس الفكرة، بس مجرد إن إحنا استخدمنا البوت اللي تحت شكله مختلف، غيّرنا شكل الترابيزة تمامًا، فحاولوا يكون عندكم creativity في الموضوع، وخلّي عندكم ابتكار دايمًا وتنوُّع دايمًا، هتلاقوا إن أنتم عندكم بجد ما شاء الله أفكار كتيرة أوي تقدروا إن أنتم تنفذوها. زي الفكرة اللي بعد كده استخدمت ترابيزة برضه بشكل مختلف، عندنا القرص مثلًا الخشب بتاع الترابيزة أو ممكن في عندنا قطع أثاث فعلًا بتتكسر، ممكن كرسي رجل اتكسرت أو ترابيزة حصل فيها أي كسر، خدي الجزء السليم منها ودوّري على الأفكار إزاي ترجعيه لفكرة جديدة. هي خدت القرص الخشب اللي عندها غلّفته بالsticker الخشبي، وجابت اسطوانات 3 قطع نفس طبعًا الحجم برضه غلّفتهم بنفس الsticker وبدأت تثبّتهم مع بعض بالسيليكون أو بأي glue يكون قوي وعملت ترابيزة خشبية لذيذة جدًا. بجد اللي بيشوف الشكل النهائي ما بيتوقعش إن الحاجات دي معمولة من إيه، فهي دي الفكرة، إحنا بنعمل حاجة تكون شكلها جميل جدًا وقيّمة جدًا، بس في الأول وفي الآخر إحنا ما اتكلفناش كتير وما تعبناش كتير، وبتبقى الحاجة فعلًا شكلها بيكون قيّم وبيكون حلو. زي كمان برضه الفكرة اللي بعد كده برضه من حاجات موجودة عندنا أو حتى لو اشتريناها مش هتبقى مكلفة، فكرة الترابيزة برضه الجميلة جدًا دي أو الpuff هي بدأت تجيب الأسطوانات برضه اللي هي الفوم
وبدأت إن هي تغلفها، مش شرط بقى اللي هي الفازة الإزاز اللي جوه، ممكن أي ماسورة زي ما قلنا أو قطعة كرتون تغلفوها بالإسطوانات، وبدأت تجيب نفس الشكل بتاعها، تاخد المقاسات وتعمل السطح اللي فوق بتاعها يكون قطعة واحدة، ففكرت إن هي تستخدمها طبعًا من السفنج، وفي الآخر بتجيب القماش بتغلف بكل سهولة جدًا زي ما قلنا كده، يعني مجرد إن أنتِ بتحطي لزق بس يكون قوي، يكون مناسب للمادة اللي أنتِ بتستخدميها والmaterial اللي معاكِ، وبدأت إن هي تغلف كل الإسطوانات بتاعتها، تعمل القماش بتاعها في الآخر وتعمل التغليف، ممكن طبعًا دي تستخدموها ترابيزة، ممكن لو الارتفاع بتاعها أقل شوية وكبرتوا الحجم بتاعها شوية ممكن يبقى puff، لو طبعًا مش إزاز، الجزء اللي جوه مش إزاز، تستخدموا مثلًا حاجة بلاستيك أو كده، تقدروا إن أنتم تستخدموه كمان كpuff لحد ممكن يقعد عليه عادي، فأفكار كلها قد إيه سهلة، أفكار كلها تقدروا أنتم بخيالكم بتاعكم إن أنتم تعملوا منها حاجات كتيرة أوي، زي فكرة برضه الpuff ده، استخدام برضه الماسورة البلاستيك، لكن بيبقى في زي زاوية كده بتبقى موجودة، بدأت إن هي تعمل منها زي حرف الU وتغلفه بالسفنج وبالقماش وبكل حاجة. بمناسبة بقى الفيديو اللي إحنا بنتفرج عليه ده، رجعت تاني جبت لكم الcomment الجميل بتاع حبيبتي الجميلة أحلى منى، اللي كانت بتقول إن الناس اللي بتعمل الكلام ده كله ناس بتبقى عندها talent وناس ممكن تكون عندها دراسة، يعني ما فيش أي حد يقدر خياله يجيبه إن هو ينفذ ده. أولًا طبعًا أنا بارحّب بيكِ ومبسوطة أوي بوجودِك معايا، افتكرت الcomment بتاعِك وأنا بنتابع مع بعض الفيديو، فحطيت لكم الcomment وعايزة بقى يعني ردكم على التعليق بتاعها تحت الفيديو النهارده. أنا كرأيي أنا، هي بتبقى طبعًا حد بيكون عنده موهبة في ده، وممكن تكون ناس دارسة ده، بس في الأول وفي الآخر اللي بيعمل ده بيكون حابه، اللي بيعمل ده أنا واحدة ما ليش يعني علاقة خالص بالأفكار أو إعادة تدوير، وعمري ما فكرت أعمل حاجة بإيدي، مش هاجي فجأة أتفرج على فيديو زي اللي إحنا شايفينه ده وهاقول يالّا بينا، أقوم قايمة جايبة الأدوات وجايبة الحاجات ويالّا أنا هاعمل زي ده. فهو أكيد اللي بيعمل كل شغل البيت بتاعه ده بيبقى حد غاوي، عنده بقى موهبة، عنده دراسة، في الأول وفي الآخر هو بيبقى حابب الموضوع، بيدوّر على إيه، الأفكار اللي موجودة، طبعًا النت مليان كتير أوي، بيدوّر على كل الأفكار المتاحة، مع الوقت كتر ما هو ما بيتفرّج أو كتر ما هو ما بيجرّب، بيلاقي نفسه إن هو خلاص شاف القطعة دي قدّامه، أنا عندي دي حاجة زيادة أنا هاعرف أعملها فكرة إزاي. فده طبعًا مع الوقت، مع الاستمرار، مع التجربة، مع الناس اللي بتبقى غاوية، الناس اللي بتبقى حابة الموضوع. ففي الأول وفي الآخر طبعًا أنا باشكرِك جدًا على التعليق بتاعِك، أكيد في ناس بتبقى عندها موهبة بده، أكيد ناس بتبقى عندها دراسة، ناس بتبقى عندها الأدوات اللي مساعداها على ده، زي ما يكون موجود عندها مثلًا جهاز الصنفرة أو الجهاز مثلًا بتاع المسامير الشنيور مثلًا، أو عندها الجهاز بتاع قص الخشب، عندها أجهزة كتيرة بتساعدها على ده، بس برضه ده مش عامل أساسي، أنا ممكن لو أنا حابة أعمل حاجة هاتصرّف وهاعملها بأي طريقة إن كانت، هاخلّي حد يعملها لي برّه وأنا على التنفيذ الأخير أحاول أساعد نفسي بأدوات بسيطة أوي إن أنا أوصل للنتيجة دي في الآخر، ف فأنا عايزة بقى رأيكم تحت في الcomments، الأفكار اللي إحنا بنشوفها دي لازم تكون دراسة، لازم تكون موهبة، والّا هو بيبقى حُب للحاجة والّا إيه؟ فشاركوا طبعًا آرائكم تحت الفيديو. آخر حاجة حبيت أختم معاكم بيها هي الإضاءات، اللي شوفوا قد إيه بتفرق جدًا في شكل المكان، حبيت أختمها بالمنظر الحلو ده، اللي قد إيه هيفرق معاكِ كل مرة يديكِ شكل جديد، حاولوا استخدموا الإضاءات اللي فيها option تغيير الإضاءة علشان تفرق معاكم كمان في شكل البيت. شكرًا يا أحلى أميرات على حسن المشاهدة، يا رب تكون كانت مشاهدة ممتعة ليكم، باشكركم طبعًا بما إنكم وصلتوا لحد هنا أنتم على راسي من فوق، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا أخدتوا منه أفكار لذيذة لبيتكم إن شاء الله وتخلّوه دايمًا في أفضل صورة، متبخلوش عليَّ باللايك الجميل قبل الفيديو ما يخلص وتعليقكم الأجمل والأجمل واشتراككم الأجمل والأجمل والأجمل. أستنى تعليقاتكم تحت الفيديو ولايكاتكم، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي، أحلى أميرات في الدنيا وسلام.